أنا مريان عماد، سني 23 وطولي 165 ووزني 65، حاصلة على ليسانس آداب إعلام. معاكم وبيكم هنبتدي حلقتنا النهاردة. هنكون معاكم على مدار ساعتين وفريق عمل جديد، فريق عمل كف الجحافل. اليومين دول احنا ماشيين في الشارع، دايما كده لو فتحت ازازة عربيتك تلاقي نقاشات ما بين الناس والأفراد في الشارع بتنتخب مين. ساعات النقاش ده بيوصلنا لحد الخناق، الناس بتتخانق علشان تقنعني فكرة أو أنا أقنعها فكرة. لو مشيت في الشارع ودخلت اي محل اشتريت حاجه ده بينتخب مين. ساعات كده بيستفزنا تبقى عايز تعرف الناس دي بتفكر ازاي، او عايز على الاقل تعرف وجهه نظرهم، يمكن تقدر تقنعهم بوجهه نظرك. عندنا مرشحين للرئاسه، مين الاقدر مين الاكفأ. هل لو شفت او فكرت في الصعوبات اللي بتواجه الرئيس في المرحله القادمه هقدر اعرف منها او من خلالها مين الاقدر مين الاكفأ، مين يقدر يحلها، مين يقدر يوظفها صح، مين يقدر يطلعنا من الازمه دي. هل لو بصيت على الماضي وشفت قد ايه الشعب كان بيعاني، قد ايه شفنا نظام قديم سابق كان كل واحد داخل البلد بمستوى فارق او شاسع ما بين الغني والفقير، حتى الشخص اللي دخله متوسط ما بقاش موجود الفترة دي. هل هقدر اعرف من خلال الماضي مين الاقدر والاكفأ واقدر احكم على الحاضر والمستقبل؟ ولا لما ابص كمان على الحاضر اللي بيحصل اليومين دول، الخناقات والصراعات، اقدر احكم على الرئيس ده او الشخص ده او الشخص ده من خلال تصريحاته او انفعالاته او اقواله او افعاله؟ هقدر احكم كمان على المستقبل؟ كل ده كلام بيدور في اذهاننا. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان دورنا كاعلاميين لازم اقول لاي شخص مش عايز ينزل ينتخب او عايز يبطل صوته لكل شيء ثمن الحريه والثوره العظيمه اللي كل الناس بتشهد ليها هو ان نتحمل مسؤوليه تجاه وطننا. ممكن الثوره دي نكون احنا اللي عملناها، وممكن كمان نكون احنا اللي مشتركين فيها. هل الرئيس هيوصل لوحده البلد لبر الأمان؟ لا، بينا وعلشاننا وعلشان البلد دي هنوصل لبر الأمان. فخلينا نطرح كل الأسئلة دي ونعرف ازاي نفكر ونقدر نحكم مين الأقدر ومين الأقدر.